وادي الصوابع اللي احنا عملناها مع بعض. في كذا حاجة كده عايزة اتكلم فيها، ان احنا بعد ما نعملها بنسيبها ترتاح تقريبا كده ربع ساعة، وبعدين ابدأ ان انا اصبعها زي ما عملنا مع بعض. ولكن ما استناش عليها بعد ما اصبعها، يعني ممكن لو اخرت عليها 10 دقايق بالكتير، 5 دقايق بالكتير، على اساس ان انا لما انزل بيها في الزيت ما تفرش مني، لان هي فيها خميرة، فعشان الصباع ما ياخدش حجم كبير. وبعد كده اول ما بطلعها لازم افضل اقلب فيها في الزيت عشان كلها تاخد لون واحد وما كترش عليها. وبعد كده باخدها على منديل او على ورق واستنى 5 دقايق قبل ما ارميها في الشربات، عشان الشربات ما يغيرش، متبقاش حاجه بتغلي كده وبعدين تنزل في الشربات، الشربات يكون بارد. بصوا كده شايفين